ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم احمد بيه. اكيد طبعا بني ادم مسا مني لكل واحد جدع بيدعم المنتجات المحليه وعامل لي سبسكرايب. ممكن تفضل تدوس سبسكرايب دلوقتي عشان نوصل ل 20000. انا عارف ان انا لما نوصل ل 20000 هقول لكم تعالوا نوصل ل 30000، بس يعني نوصل بس ل 20000 وابقى ازن عليكم بعدين. يعني في حلقه قبل كده ما اعرفش هي كانت امتى بصراحه، بس انا هحطها لكم هنا او هنا عشان انا ما بعرفش الاتجاهات. بص اهي، هي اتجاه من الاتجاهين دول. فيديو كلمتكم فيه عن اخبار الفنانين، الاخبار اللي هي على اليوتيوب، الصور اللي هي زي امسح كل افلام يا محمد وابويا اتجنن خلاص، وبيحطوا وش عادل امام على الفيس اب وموتوه 5-6 مرات، واحمد شيبه طردوا من عز ابوه هو محمد رمضان عشان مناخيره كانت كبيره. لكن اكتشفت ان الموضوع ما وقفش هنا بس، لا الموضوع اتطور ووصل لمستوى احنا هنشوفه دلوقتي. تعالوا نشوف عادل امام مات تاني في اليونيفرس ده ولا في الاخبار بس. مش عارف بصراحه ممكن اقول على ده ايه، ولكن خلونا مثلا نقول قصص الفنانين. تعالوا نشوف ايه الدنيا. في بيج اسمهم بي ان بالعربي. هل بي ان دي حاجه مثلا بره فيها نفس النوع ده من المحتوى بس بلغه تانية؟ معرفش، مش مهتم اعرف. عاملين حاجات كتير قوي بعشوائيه تم، انا مش فاهم ايه علاقه كل دول ببعض. رشدي اباظه يعود للحياه، واحمد زكي يعود للحياه برضه، مش اشكال. وده تقريبا المخرج محمد سامي، ولطفي لبيب وعبله كامل، حتى الشيخ الشعراوي اللي صورته ماليه كل شبابيك ميكروباصات مصر برضه ما سابوش في حاله، وعاملين عليه فيديو مطلعين منه قصه اكيد. فانا بصراحه احترت الاوبشنز كتير. اتفضل هات طبقك وهات مشروبك، تعالى نسمع مع بعض قصه من القصص المريبه دي. خلونا نبدا بالقصه دي. انا مش عارف هي مين دي او هم لاعبين في شكلها تقريبا عشان ما يبانش شكلها الحقيقي قوي. بس قبل ما نبتدي حبيت افيول اب باحسن عصير في العالم، عصير بيست مننا، اخونا، عشره العمر، عمي وعم عيالي، ومن انتاج بلدنا، مش زي ولاد الوز اللي احنا مقاطعينهم. فلا احنا بنفتحوش كده، بنفتحه أنا المطربة صاحبة لقب صوت مصر الأول. يعني صوت مصر الاول دي كانت المفروض انغام تقريبا، صح؟ خلال ساعات ممكن تسمعوا خبر وفاتي. هو الفيديو ده نزل امتى؟ الفيديو نزل 24 اكتوبر. النهارده 1/11، التاريخ اللي هينزل فيه الفيديو، لان انا ما عرفتش اصور فيديو غير في نفس اليوم. لا يا صوت مصر الاول ما سمعناش خبر عنك خالص في نفس الوقت ده. مش انتي برضو يعني؟ هيموتوني بنفس طريقة الفنانة ذكرى. هي مين الفنانه ذكرى؟ الفنانه ذكرى، ما هو سبب موت الفنانه ذكرى؟ انا مش هقول، انا اول مره اعرف الحوار ده. يعني تقريبا دي حاجه من المعلومات اللي هي العامه اللي معروفه في مصر اكيد، زي اخبار كتير بتبقى مصر كلها عارفاها عامه. بس قشطه، يعني اللي عايز يروح يسيرش بره عني. بسبب إن أنا بتعرض للتهديد من دولة أجنبية كبيرة، عشان كده أنا كان لازم أظهر وأحكي لكم كل حاجة. مش هقدر أطلع لكم لا بصوتي ولا بصورتي. طلبت من بيج بي ان بالعربي ان هي توصل رسالتها للجمهور. ولو عرفوا إن أنا قلت كده ساعتها مش هيكون عندي حتى فرصة للهروب، وأنا في الأول وفي الآخر بني آدم. She is literally me. على حياتي أنا وولادي اللي بسبب غبائي جرتهم معايا في طريق الموت. هو ايه طريق الموت اللي خدت معاه في ولادها؟ والدوله الاجنبيه دي عايزه منها ايه؟ انا مش فاهم. ولا حتى كنت بفكر أعبر عن رأيي بأي شكل، لكن حصل اللي كان لازم يخليني أتكلم. العالم كله اتقلب، يبقى أنا مش هتكلم إزاي؟ ورغم إن اللي محدش يعرفه إنه عندي معجبين كتير من اللي ما يتسموش، لا اللي ما يتسموش. طب ما تقولي ولاد الع... مدتهم أي اهتمام، وكنت دايما بعاملهم إنهم مش موجودين. ومن أكبر معجبيني كان هو القائد بتاعهم، واللي كان بيسافر لي بلاد وبيحضر لي كل الحفلات. وفي حفلة منهم طلب مني إن أنا أسافر بلدهم مرة واتنين وتلاتة. ما بقتش عارفة أروح انت زنان بقى. لحد ما لقيت مسؤول خليجي كبير قوي، وقررت إنه هو اللي يساعدني. هي ليه القصه دي بتميك سنس؟ حاسس ان هي حقيقيه. وطبعا الجمهور اللي ما بيسيبش حد في حاله اتهمني وقتها اني ماشيه مع الراجل ده عشان فلوسه، وقال ايه بقى عشان اخون صاحبه عمري المطربه الكبيره واسرق منها نجوميتها. واحنا طبعا عارفين كل ده، بس يعني انا مش هذكر اسماء. اللي فاهم هيبقى مستمتع بالقصه زي، لان انا كمان زي بيج بي ام بالعربي كده لازم انا كمان استنصح وما اقولش اسامي. الحقيقه كانت غير كده خالص. هو كان بيساعدني ان انا اخلص منهم وابقى في حمايته، وده عن طريق انه معظم الحفلات تبقى تحت اشراف. اداني طقم حراسه وحاجات تانية. ايه طقم الحراسه ده؟ حاسه حاجه تتحط في النيش زي طقم الجيلي كده. انا بقالي كتير قوي ما هزرتش، فنستحمل بعض. ما تحكموش على الجوكس بتاعتي دلوقتي لو سمحت. بهزر يا جماعه،
انا ما ينفعش. في الوقت ده انا ركزت على شغلي وبس، وكنت فاكره ان انا كده خلاص ارتحت من كل اللي بيحصل. بس بدات الاقي حملات بتتعامل عليا على السوشيال ميديا، وكأن كل شيء كان موجه ان الناس تكرهني وما تبقاش عايزه تتعامل معايا تاني. عشان كده انا اضطريت اختفي لفتره طويله، وبسببهم اجلت ما اظنش ان دي حاجه حصلت، انا ما شفتش هيت حصل عليها، يعني انا شايف ان هي شغاله عادي والدنيا تمام، وما اعرفش بقى حاجه عن القصص دي بصراحه. بس لما حصل اللي حصل في العالم ده والعرب كلهم وقفوا صف واحد وايد واحده، انا كمان كان لازم اتكلم. ما هو مش معقول يعني هيقدروا يسكتونا. ايوه فضلت انشر واتكلم في كل حته عن العنف اللي بيعملوه. ومش بس كده، انا الصراحه زودتها حبتين، شتمته بشكل واضح وصريح هو وبلده. يمكن يكون ده جر شكل بصحيح، بس انا ما كانش فارق معايا. راح يبعت لي رساله ويقول لي اللي بعمله ده عيب، وان هو في الاخر هيعرفني مقامي كويس. بس انا ما سكتلوش، والعرق المصري ضرب جوايا. ادي ما ترحميش. قمت فرشله الملايه زي ما بتقولوها، وعرفته مقامه وتاريخه كويس قوي، وفكرته بكل حاجه بلده نسيتها. وبعد ساعات من الموضوع لقيت تليفوني بيرن من الشخص اللي كان بيساعدني وبيحميني، وقال لي ان بعد اللي انا عملته ده حياتي هتبقى في خطر. قلت اللي كاتبه ربنا هيكون، لكنهم وصلوا لرقم تليفوني انا وولادي، وبداوا يبعتوا لنا رسائل تهديد، ومش مره واتنين وبس. كل الرسائل بتقول ان احنا نهايتنا قربت. ده تمامهم يا فنانه، مفيش حد يقدر يعمل معانا حاجه. هيجي لي واحد حدق ويقول لي يعني انت مش عارفه تحمي نفسك منهم واحنا اللي هنحميكي؟ هقول لك انا مش عايزه حمايه من حد، بس انا اتظلمت كتير قوي، وكل الناس كانت شايفاني المطربه الوحشه اللي بتحاول تسرق النجوميه من زمايلها. انا ما شفتش حاجه وما اعرفش ليه في استعطاف، ودي مش هي اصلا. يعني انا ما اعرفش مين بيتكلم بالنيابه عنها بالكلام ده كله وبالطلاقه اللي هي بتتكلم بيها دي كلها كانها هي فعلا. انا متفاجئ. اوقات صعبه كتير قوي عديت بيها لوحدي، كنت حاسه فيها اني مستنيه الموت يجيلي لحد عندي عشان مستني ملك الموت عشان اقابله وانا مبتسم. وما تسيبوش ولادي، واوعوا في يوم تخافوا منهم ابدا. بخاف من ولادك ليه؟ خلصتي كده؟ تمام. انا عايز اعترف اعتراف، بس انا الفيديوهات دي بتخوفني. الحركه اللي فيها او طريقه الكلام او مش عارف ان في حاجه مش حقيقيه 100% عماله بتتكلم. ما كانش قصدي موت الزعيم عادل امام. مين ده وموته امتى وليه وازاي؟ تعالى. عشان هو برضه ما بيجيبوش الاشكال مظبوطه قوي، كنت فاكره هيقول انا فنان مشهور او انا ابن فنان او اي حاجه. ما كانش قصدي موت الزعيم عادل امام، لكن هو اللي اضطرينا اعمل كده. ليه يا اسطى؟ عمل لك ايه؟ حرفيا الراجل مش موجود من 2018 ولا من 2019، الناس عماله بتدور عليه ومش سامعين له خبر. كنت فقير ومش لاقي اللقمه، وهو كان عايش غني ومرتاح، عشان كده كنت عايز اخد حقي باي شكل. انا الحرامي اللي الاخبار كلها كتبت عنه انه حاول يسرق فيلة الزعيم عادل امام. ايه دي حاجه بجد؟ الحرامي اللي سرق فيلا عادل امام. طالع لي مشاهد من افلام عادل امام عادي جدا. سرق الحرامي اللي سرقه، عادل امام خد حقه من المدير، عادل امام سرق فلوس خاله الحرامي، عادل امام حرامي، عادل امام سرق الراجل الحرامي، القبض على عامل تسلل فيلا عادل امام بالمنصوريه. ايوه تعالى، ده كان رياكشن عادل امام يومها. ابن الكلب. القت مباحث الجيزه القبض على عامل اتهامه بالتسلل لفيلا عادل امام بالمنصوريه وبمواجهته. اعترف بمحاولته لقاء الفنان اللي طلب مساعده ماديه منه، الا انه لم يتمكن من لقائه مما دفعه للقفز من اعلى السور. ده فاني يا عم، يعني ده ما كانش عايز يسرقه اصلا، كان عايز يقعد معاه عادي، وكان عايز يعرف هو موجود فعلا ولا لا. هو مش احنا بنفكر كده برضه؟ مش احنا بنفكر ساعات ان عادل امام ممكن ما يكونش موجود؟ ولا انا معتوه لوحدي ولا ايه؟ عامه اللي خلاني اقتنع ان عادل امام موجود لحد دلوقتي ان احمد شيبه طرده من العزا في اخر مره لما كان عادل امام فيها شبه نوال السعداوي. عشان كده انا جاي احكي لكم الحقيقه كامله، وان مظلوم ومجني عليا، مش زي ما الناس بتقول ان جاني وحرام. انا اسمي وائل. هل دي معلومه مفيده لحد؟ ومش لاقي وظيفه كويسه اكون بيها نفسي لحد ما جات لي فرصه من السما، لدرجه ان انا كنت فاكر ان الموضوع كدبه في الاول، وده بعد ما لقيت اعلان في الجرايد بيقول انهم طالبين موظفين امن لشخصيه مهمه، والمهتم هيعرف التفاصيل كلها بعد التواصل. اللي مهتم يجي انبوكس، في شغلانه حلوه في بركه السبق. تقريبا كده خلص. ده كان اخر واحد. وعملوا معايا انترفيو وقالوا انه اللي هيتقبل هيشتغل في تأمين الفنان الكبير عادل امام. يا نهار ابيض، هأمن الفنان الكبير عادل امام؟ طب ما اصلا شغلانه سهله فشخ يعني. انت هتقف بره عادي. عادل امام تقريبا ولا بينزل ولا بيروح في حته ولا بيمثل حتى، يعني انا لو منك اخدها واقعد
هقعد عادي، شغلانه كاجوال جدا. زعيم عادل امام مره واحده قلت خلاص كده الدنيا ضحكت لك يا واقف، ورحنا الفيلا عنده في المنصوريه. ايه ده؟ يعني ده الراجل اللي هو جابوه في الاخبار اللي قال لك تسلل عشان يقعد معاه او يشوفه حاجه زي كده، بس مش لدرجه تقتله. انت ليه وصلت القصه لهذا الليفل؟ ولما جه عليا الدور كنت في قمه سعادتي، وكنت متفائل عشان انا في الاساس معدي كل الاختبارات. هو ايه الاختبارات اللي بتتعمل قبل ما تشتغل عند عادل امام؟ يعني هل بيلعبوا لعبه الافلام دي معاك مثلا، قدامك 30 ثانيه تقول فيهم كل افلام عادل امام؟ لقيت عادل امام مبسوط وبيضحك ويضحك اللي حوالي عليا وعايش حياته. في الاول قلت لنفسي ده راجل صاحب نكته وبيهزر، بس بعدها خدتها تريقه على صدري قوي، ومن هنا الغيره مالت قلبي. مالكش في الترول ولا ايه؟ وللاسف في اخر اليوم ما اتقبلتش في الوظيفه. اصلا يعني هو قاعد يسف عليك وفي الاخر ما شغلكش، انت تروح تسرقه طبعا. هنا الدنيا كلها اتسدت في وشي، والاول مره احس اني عايز انتقم من حد. عارفين انتوا افلام الكرتون او افلام اللي هو لما السوبر هيرو بتاع شخص او الشخص اللي هو بيفنلي قوي بيخذله او بيبقى طلع شرير مثلا، فهو بيروح البيت ويقطع كل صوره من على الحيطه. هو عايش في عز ما يستاهلوش، بيتحكم في الناس الغلابه على حسه. ايوه يا اسطى، عشان هو اللي مشغلهم. كل اللي جه في دماغي ان احصره على فيلته دي، هتولع له فيها ولا ايه؟ هسرق كل الحاجات اللي موجوده فيها من ذهب وفضيات وانتيكات. انا ما اعرفش بصراحه، هو اللي بيسجل الصوت ده بني ادم حقيقي والباقي اي ولا الصوت كمان اي؟ مش عارف، ما اظنش ان دي تطلع من حنجره روبوت يعني. انا عايش ملك وهو يزعل على شقه عمره. مفيش حاجه اسمها كده. انت لو هديت له الفيلا دي ممكن يبني واحده تانية فوق دماغك عادي، موضوع سهل وبسيط يا ابني. عادل امام مش عايش في فيلا في المنصوريه، هو عايش في فيلا تحتها، بس هو بيخدعك. انت لو كنت اشتغلت كنت هتفهم ان في فيلا تحت الفيلا اللي في المنصوريه. حياه عادل امام مليئه بالاسرار، مليئه بالالغاز. ما اعرفش، انا عندي مشاكل في الموضوع ده بالذات مع عادل امام. عندي ليه كميه نظريات مش طبيعيه، عايز اعمل عليها فيديو مثلا ساعه ونص واقعد مع 5-6 في نفس الفيديو ونقعد كلنا نتكلم في كل حاجه ليها علاقه بعادل امام، لان الموضوع خلاص انا مكبر الموضوع. مفيش حاجه، انا بس زهقان شويه. بعدها وانا خارج من الفيلا بصيت كويس على مداخلها ومخارجها، وعرفت كل باب بيوقف عليه كام واحد. ابن الذين عمل حرس كتير قوي، وعرفت الايام اللي الزعيم بيروح فيها الفيلم. ايه الفيلم طيب؟ لحد ما رجع القاهره، ومن هنا عرفت انه ساب المنصوريه كده والدار امان. قلت بس فرصتك يا دوال، وخدت عربيه واحد صاحبي وطلعت على المنصوريه. استنيت لما امنت الدنيا ودخلت اوضه مكتبه، واللي كانت مليانه من خير ربنا. خير ربنا. هو انت ازاي عديت من كل الحراس اللي كان موقفهم ده؟ اولا. ثانيا، انت عرفت مكان مكتبه الخاص منين؟ اكيد ما دخلكش بيته يعني من غير ما تشتغل معاه. صدمه، واللي ما كنتش متخيلها اني لقيته في وشي. لقيت الفنان عادل امام الحقيقي الزعيم ولسه هينادي على الامن، رحت ضربه على راسه واقعد. وانت مش قلت ان الزعيم في فيلم فعلا؟ طلع الزعيم في منه نسختين. شفتوا بقى؟ شفتوا ان الموضوع فيه نظريات ملهاش اي تفسير، حتى لو هي قصص مش حقيقيه، بس برضو فيها ان عادل امام فيه سوبر باور معينه، او في عادل امام بيستخدم في الافلام وعادل امام بيبقى قاعد في البيت عادي. وقع، بس انا ما همنيش. رحت لميت كل اللي اقدر عليه وجريت على المكتب. فلوس وانتيكات، تماثيل وجوائز والسلاسل الذهب اللي كانت متعلقه. كل ده انت خدته في الثانيه اللي انت بتهرب منها بعد ما انت ضربته على دماغه؟ ماشي عادي يا اسطى، كمل. انا مش فاهم انا بعلق على ايه. احنا بنتفرج على قصه اي وبنسمع قصه مكتوبه اي تقريبا، بس انا واخد الموضوع جد شويه. اخدت كل حاجه وطلعت اجري على بره، وتاني يوم الجرايد كلها نزلت عن تعرض فيلة الزعيم للسرقه، وان حالته الصحيه في خطر. كل الحاجات اللي سرقها قيمتها نص مليون جنيه. بس انت سرقت ذهب وانتيكات وسلاسل انت خدت عادل امام شخصيا، كل ده ما كملش معاك نص مليون جنيه؟ لا خسرانه يا اسطى، خسرانه. ما بقتش عارف اروح فين واجي منين. اتصلت بواحد صاحبي عشان يلحقني وحكيت له كل اللي حصل، لكن ابن الذين طمع في الحاجه اللي معايا. طمع في النص مليون جنيه اللي معايا. ممكن يكون ده زمان، فالنص مليون جنيه كانوا كتير، بس برضه يعني مش فرصه ان انا اقتل عادل امام عشانها. ددني يا اما اديله نص الفلوس بعد ما نتصرف في الحاجه، يا اما هيبلغ عني، وانا لا في دماغي فلوس ولا نيله. انا عايز اشوف هطلع من المصيبه دي ازاي. ولما رفضت قلت له مش عايز اعرفك تاني غور من وش. طب ما دام انت عايز تخلص من الموضوع، ما تديله كل الفلوس بقى والحوار كله وتسيبه وتخلع، لكن ليه ترفض الاوفر؟ ما هو كده هيبلغ عنك يا غبي. لقيت الغل ملا قلبه وراح بلغ عني وباعني، هو عدو بمكافأة لما يقبضوا عليا. ده غير المكافأة اللي هياخدها من ولاد الزعيم. خلوه يتصل بيا عشان يقدروا يحددوا مكاني. في المكالمة قال لي بص يا صاحبي، انا خلاص هساعدك وربنا، انا بس عايز اعرف انت فين. قول لي بس انت فين وانا اجيلك. اكيد طبعا مش بيجر رجلك يا اسطى، اكيد عشان تتكلموا تاني، او اكيد جايب لك شغل مثلا، معرفش، بس هو اكيد يعني مش بيبعتك بعد كل اللي انت قلته ده. انا مش مهم
مهم عندي الحاج، انا اهم حاجه ان اقدر اهربك يا ابني، بيدوروا عليك. وانا صدقته لاني وقتها لانك حمار مبدئيا. من ساعه ما انت رفضت الاوفر اللي قال لك فيه تعالى نقسم الفلوس ومش هقول لحد، كنت عايز تهرب من الموضوع وسبحان الله رفضت الاوفر. ما كنتش اعرف اصلا انه بلغ عني، ما عرفتش غير في الاخر، وفضلت مستنيه في الشارع وانا ميت من الرعب. كان كل اللي محسسني بالامان ان صاحبي جاي وهيساعدني ويقف جنبي. كل اللي محسسني بالامان ان الزعيم عادل امام عايش عادي. فجأة لقيت الشرطة اللي محاصراني، ما حاولتش اقاوم لاني كنت متأكد ان خلاص كده مفيش مفر، حاصرني من كل حتة. وفي النهاية لازم تعرفوا اني والله ما لمست الزعيم عادل امام. كداب، انت لسه قايل انك ضربت على راسه، انت بتكذب علينا احنا كمان. كل اللي عملته اني سرقت الفيلا وهربت، بس طلعوا عليا اشاعات ان عادل امام هيموت بسببي، وانا والله ما جيت. لا في دي ما تقلقش، كده بيطلعوا على عادل امام مليون اشاعه. ده غير كمان كل الاشاعات اللي طلعت عليا اني رحت عملت انترفيو واني كنت عايز اتوظف في الفيلا، كل ده كذب وما حصلش. يا ابني انت قلت في الاول برضو ان انت عملت انترفيو، امال انت سرقته ليه؟ انا ندمان اني سرقت، ندمان على كل حاجه عملتها، وما كانش قصدي اوصل لكل ده، بس تو ليت يا اسطى. ادعولي. بس كده خلصت؟ تمام. هو الكلام ده حقيقي ولا بتهزروا؟ انت شكلك يخوف اصلا، حرامي يعني، اعوذ بالله. الفقر وحش بس مش مبرر للسرقه يا وائل. ربنا يحفظك يا زعيم ويشفيك ويخليك لينا. يعني الموضوع انتهى على ايه؟ انت محبوس دلوقتي، ممكن ندفع لك فلوس ونخرجك. هو العالم اللي انا شايفه ده، يعني الكومنتس وكل ده اي طيب في بعضه؟ يعني هل انا دخلت عالم الاي من اوله لاخره بالفيسبوك بكل حاجه، ولا ده ايه؟ انا اعلامي مشهور حياتي انا خدت بالي ان في كل فيديو هما بيتكلموا كده. راحت عشان بقول الحق، لكن الشياطين اللي قتلوني عملوا خطة ما تخرش المية علشان يخلصوا عليا، وفي النهاية لبسوها للمرض والقضاء والقدر. لكن انا النهاردة جاي اكشف لكم كل حاجة عشان تجيبولي حقي. لو طلعت باسمي او صورتي الحقيقية عيلتي هتتضر. انت مش ميت اصلا صح؟ انت قلت من شوية انك ميت، فانا مش عارف انت بعت الرساله دي ازاي، او ماشي يعني دي مش الحاجه الوحيده اللي انا هسال فيها اكيد. اللي يعتبر خلص عليا بالبطيء شخصيه معروفه قوي وايده طايله وكلكم بتحبوه، يعتبر كده دمرني تماما. عارفين ليه؟ عشان انا كنت المنافس الوحيد ليه. مين اعلامي مشهور محبوب اللي موته؟ انا مش هقول اسماء عشان الاحتياط واجب. يعني انا وانتوا فاهمين بعض، يعني اللي هو مش محتاج اقول لكم ده كذا، ده قصده كذا، كده انا وانتوا قاريين الحوار. كنا في فترة الإصابة بفيروس كورونا، وبطبيعة شغلي ما كانش ينفع أقعد في البيت، عشان كده كنت باخد احتياطاتي على أكمل وجه. وفي يوم عملت حلقة كسرت الدنيا، كنت بكشف فيها حقايق عن راجل أعمال مشهور ومهم قوي. تم يا ترى رجل الاعمال ده هو اللي موته؟ بس ثانيه، هل الاعلامي المنافس بتاعه ده هو راجل اعمال برضه؟ على حسب ما فهمت ان اللي قتله هو الاعلامي المنافس تقريبا. غريب انه بعد الحلقه لقيته بعت لي رساله وبيقول لي فيها مبروك نجاح الحلقه الاخيره في مسيرتك الاعلاميه. شكله كده بيرمي. اللي جه في دماغي انه بيهددني انهم مثلا هيوقفوني عن العمل مثلا، يعني مش هتوصل لحاجه اكبر من كده. الامور تمشي زي ما هي، وخرجت كالعاده رحت الجيم. جالي الكابتن اللي بيمرني وقال لي ثانيه بس، بعيد عن الكابتن دلوقتي، هل الشكل اللي في الاي اي ده شكل شخص جيم رات؟ يعني هل ده الشخص اللي هو بيروح الجيم كل يوم مثلا بعد ما بيصور الحلقه بتاعته او ايا كان؟ ان النهارده توفر معاه حقن فيتامين قويه كمان بتاخد استرويدز؟ عندك كام سنه يا حاج على الكلام ده؟ حقن فيتامين قويه وحلوه جدا ولازم تجربها. مش لازم، عادي مش لازم نجرب حقن فيتامين في الجيم. حاول، ما اعرفش، انا خايف عليه من اي تمرينه. ومفيش اسبوع عدى وبدات احس بحاجات غريبه، زي ان عضلاتي كبرت قوي، زي ان انا بقيت اوفر باورد. تحس بحاجات غريبة، زي اني مش قادر اتحرك ولا قادر اروح في اي مكان، نفسي بيتعبني واعصابي كلها مش متحكم فيها. رجعت الكابتن الجيم من تاني واللي قال لي انه ممكن الفيتامين ما ناسبش جسمك. انت ليه بتاخد حاجة فيها الاحتمالية دي؟ يعني ليه واحد ممكن ياخد حاجة ممكن تناسب جسمه او لا، بس هو بيبقى خدها اوريدي؟ ماشي، نو ريسك نو فن عامة. رشح لي دكتور كبير اروح استشيره في حالتي، وبالفعل رحت ولقيته كاتب لي روشتة ادوية كبيرة جدا وكلها الامراض كتير، قلب وضغط وسكر. امال بتلعب جيم ليه يا اسطى؟ ولا انت جالك كل ده من الحقن اللي انت خدتها؟ لدول عندي وانا مش حاسس، وطبعا دكتور كبير زي ده انا ما ينفعش اراجع وراه. سمعت الكلام على طول وخدت الدواء، لكن بعدها صحتي بقت في النازل، ولان مناعتي الفترة دي ضعفت جدا اتصبت بفيروس
فيروس كورونا. ما اصل ده المرض اللي كان ناقص، انت جالك كل حاجه. طبعا انا اطمنت وقلت خلاص انا كلها اسبوع واخف وارجع لشغلي من تاني، وكل حاجة كانت ماشية بالمظبوط والمساعدين بتوعي كانوا عارفين النظام. لكن في يوم وليلة كل حاجة اتشقلبت وكأن حد اشتراهم بالفلوس. نظام الاكل الصحي اتغير وبقى كله دهون. اللي يخش عليا بافلو برجر واللي بيخش عليا ب3 بيتزات، فبقيت حاسس ان النظام الغذائي عندي اتغير شويه. دوا مواعيده اتلخبطت وكل حاجة بقت بالمقلوب. والغريب ان كل ده تحت اشراف الدكتور اللي المفروض انه قال لي جاي لك مخصوص. المفروض اهلي حسوا انه في حاجة غلط مش مفهومة ووقفوا المهزلة دي ونقلوني على المستشفى. لكن للأسف تو ليت برو. كنت دخلت في غيبوبة عشان بعدها الصورة كلها توضح. كل اللي حصل الفترة اللي فاتت من أول الحقنة اللي خدتها على إنها فيتامينات لحد الدكتور والأدوية اللي باخدها، كل ده كان مخطط. ايوه، اهلا بيك في الماسونيه. خطة عشان تخلص على حياتي. وإصابتي بفيروس كورونا وقتها للأسف ساعدتهم. القدر يشاء إني أفوق من الغيبوبة لمدة ساعة واحدة بس. اكيد الساعه دي طبعا انت ادركت فيها كل حاجه، او عملت فيها الفيديو اللي انت عملته دلوقتي. حكيت فيها لمراتي على اللي قدرت أقوله وقلت لها تاخد كل الورق والمستندات اللي تثبت تفاصيل حالتي الصحية، لأني كنت خلاص حاسس إن عمري مش طويل. سلمت عليا وكان ميعاد الزيارة انتهت ومشيت. لكني بعدها سمعت صوت خطوات رجلين ماشية وداخلة عندي. بعد ما هي مشيت أنا قلت أكيد هي نسيت حاجة ورجعت تجيبها، لكن لقيته الشخصية المعروفة اللي كلكم بتعشقوها جاي بنفسه. وآخر حاجة قالها لي هتوحشنا قوي وسابني ومشي. لو عرفتوا أنا مين ومين اللي خلص عليا بالبطيء أرجوكم هاتولي حقي منه. انا بصراحه انا هتعامل مع الموضوع كانه شخصيه خياليه زي ما هم متعاملين مع الموضوع. تعالوا نشوف الكومنتس. لقيت ناس بتدعي للشخص ده وكاتبه اسمه وكاتبه اسم الناس اللي عملت كده وكاتبه اسم الدكتور واسم الاعلامي. ما اعرفش ما جابوا المعلومات التانية دي منين. عامه انا بتعامل مع كل ده ان هو مش حقيقي. ولادي حابسني في البيت ومش راضين يخلوني اطلع بره اوضتي. انا فنان كلكم بتحبوني. اكيد الحلقه دي ما كانتش هتكمل من غيره. اكيد الفنان اللي كلنا نعرفه، الحي الميت الغائب الحاضر. يا ترى القصه عن ايه المره دي؟ يا ترى هتطرد من عزا مين؟ يا ما ضحكتكم بافلامي ومسلسلاتي، بس خلاص انا فاضل ايام معدوده في عمري، وكل ده بسبب مرض الزهايمر والاكتئاب. خدوا الريفرنس من الفيلم بجد. جاي اقول لكم كل حاجه لا بصورتي ولا حتى بصوتي علشان لو حد عرفني. يعني حتى الفنان عرف يتواصل مع البيدج ويقول لهم نزل يا ادمن من غير اسم وصوره. الحكايه بدات من 3 سنين. اول لما انتشرت كورونا قعدوني في البيت. حتى انت كمان. عشان كده كنت عامل حجر صحي حتى بعد لما كورونا خلصت وممنوع حد يزورني. ده حتى كل الفنانين اللي كانوا بيحاولوا يزوروني كنت بطردهم من البيت. لا يا اسطى، انت اللي بتطرد من عزا ابو احمد شيبه وعزا دينا الشربيني. تنسيت ولا ايه؟ بقيت قاعد في البيت لا حد بيشوفني ولا بشوف حد. وكل يوم بيجيلي خبر وفاة حد من اصحابي، وكل يوم بيجيلي خبر وفاتي على اليوتيوب. تخيلوا بعد 40 سنة تمثيل انا ما كنتش عارف احفظ السيناريو. كنت بنسى حاجات كتير قوي ومش قادر اقول الافيهات ولا الكلام اللي بيضحك زي الاول. سيم والله. ما كنتش ممكن اتخيل انه فيلم من الافلام اللي انا مثلتها عشان اضحككم يبقى حقيقي. فجأة لقيتني لوحدي، كل اصحابي ماتوا. الساحة الفنية بقى كلها شباب صغير. قال الفنان للأوزي all my friends are dead push me to the edge. السيناريو الأخير اللي كان معايا كان من إنتاج أخويا، يعني محدش كان بيعرض عليا أعمال. انت من امتى وانت حد بيعرض عليك أعمال غير أخوك وكان بيبقى أخوه ولا كان بيبقى ابنه؟ دفنوني بالحياة رغم إني ضيعت أجمل سنين عمري في التمثيل. ضيعتها علشان بس أضحككم. ولادي بقوا بيحاولوا يداروني عن عيون الناس بأي شكل، خايفين لأفضحهم أو أعمل أي تصرف يهز صورتهم ومكانتهم الاجتماعية. مش عارف اللي بيكتب القصص دي بيفكر في ايه، بس هي الدنيا ما بتمشيش كده برضه. الجمهور كان بيحاول بأي شكل يوصل لي، كان حاسس إنه اختفائي ده مش طبيعي وإنه أكيد وراه سر. شوفوا ده اللي أنا كنت بقوله في الأول، ده برضه بيرجع لنظرياتي اللي في الأول، والحمد لله ما طلعتش لوحدي. أنا محبوس ومش عارف أخرج ولا أتكلم ولا أوصل لأي حد. ده حتى التليفون خدوه مني. أصل كنت بنسى أنا بكلم مين وبقول إيه.
ايه. وفي يوم عيد ميلادي حصل اللي ما كانش يخطر لا على البال ولا على الخاطر. الفنانين جم واقتحموا الفيلا بتاعتي من اقتحموا الفيلا ليه؟ يعني ما دام الاقتحام سهل كده ما عملوش ليه الحرامي اللي في اول الفيديو؟ انا ليه بقيت اربط الدنيا في بعض من غير سابق انذار. ولادي اتلجلجوا في الاول لكن بعد كده سيطروا على الموقف. بسرعه بسرعه طلعوا الفنان من ديب فريزر، الفنانين جم فجاه. الجمهور بتاعي ما يتوهش عني، الكل فورا عرف وقال انه شكلي مش طبيعي. الراجل ده اتجمد قبل كده، الراجل ده فيس اب. المهم ولادي عشان يريحوا دماغهم من القصة دي طلعوا قالوا اني خلاص اعتزلت التمثيل ومش همثل تاني. محدش طلع قال حاجه زي دي، بس ماشي دي مش اول كاب يعني. وفي يوم كان معايا الموبايل وكنت خايف قوي، ما كنتش فاكر انهم سايبيني في الأوضة عشان خايفين عليا. قمت لقيتني نسيت الباسورد. اتصلت بفنانة مشهورة وقلت لها ارجوك الحقيني الحقيني، انا ولادي حابسيني في البيت ومش راضيين يخلوني اخرج. اكيد كلم يسرا او لبلبه يعني. كل الفنانين وتعالي خرجيني من هنا، وللاسف طلعت وفضحتهم في كل مكان. انا جيت بس عشان اقول لكم ارجوكم حاولوا توصلوا لولادي وتكلموهم وقولوا لهم اني مش عايز اموت لوحدي، انا عايز اشوف الناس اللي بيحبوني وبحبهم. ارجوكم حاولوا تشوفوا لي حل، بحبكم من كل قلبي. ايه بقى ده؟ والله الواحد ما عارف يقول ايه، الدنيا خلاص ما بقاش فيها امان. يا ريت يا جماعه تحاولوا توصلوا لاولاده عشان تقولوا له ان يمسحوا افلامه عشان هو شكله كده اتجنن خلاص. الواحد ما كانش عايز حاجه غير ان هو يسمع شويه قصص. فجاه لقيت نفسي شغلت دماغي وقعدت افكر وقعدت اربط. بس هو كفايه ان انا قاعد معاكم، يعني بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض، بقالي كتير بصراحه ما طلعتش قدام كاميرا واتكلمت. يعني يمكن الفيديو اللي في الاسبوع اللي فات ده اتصور مثلا من اول الشهر، من ساعتها ما صورتش حاجه لحد دلوقتي. طبعا الواحد ملوش نفس يطلع يقعد بقى يهزر ويعمل مش عارف ايه طول الفتره اللي فاتت، ولحد دلوقتي بنحاول نخفف عن بعض. احنا عارفين مدى سوء الامر بره، بس فعلا احنا مفيش في ايدينا حاجات نعملها كتير، واللي في ايدينا بنعمله. دي طبعا حاجات كلنا عارفينها، بس برضو لازم ننشر كل حاجه بتحصل، لازم نتكلم عن الموضوع. ما ينفعش نبطل نتكلم عن فلسطين واللي بيحصل. انا بصراحه ما بتكلمش في الحاجات دي قوي، يعني ممكن انشر مثلا خبر او ممكن اقاطع، بس فعلا ما اعرفش اتكلم في فيديو اقول فيه اللي بيحصل. فقلت اللي انا اقدر عليه او قلت اللي انا بعمله عامه وبس. ده كان فيديو صغير، حبيت ارجع اتكلم معاكم كده في اي حاجه، نشوف اي حاجه نعملها بتاع. فما تنساش تدوس لايك، تعمل سبسكرايب عشان نوصل 20000، وتعملوا شير للفيديو وتبعتوه لاصحابكم. انا خدت بالي ان احنا داخلين على 20000 بس احنا على الانستجرام 6000. انا دلوقتي بعمل حركه نص يوتيوبرز مصر والخليج، بس فعلا يا جماعه روحوا على الانستجرام لان انا بكون اكتف جدا هناك. واوعوا تبطلوا تتكلموا عن اللي بيحصل في فلسطين او تفتكروا ان ده ترند وخلص. لا خالص، احنا بنشوف شغلنا، احنا بنحاول مثلا نتسلى باي حاجه زي الفيديو ده كده مثلا تسلينا بيه فاصل، وبعدها نرجع نشوف اللي بيحصل، بعدها نرجع ننشر ونتكلم وبس. اتكل انا بقى، اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.